مرحبا. بخصوص الرياضيين المنشقين يلي توجهوا على المعسكر الآخر وإلى دول اللجوء وأصبحوا معادين للدولة ومعادين حتى للشعب ومعادين للشعب. ده معروف من الشعب قسمين بنظر المنشقين. يا جماعة لما بتغادروا بدكم تحكوا عما مضى، عن أيام ما قبل 2011 لما كنتوا بالبلد، كنتوا بالأندية، كنتوا بالمنتخبات الوطنية. لك يعني احكوا اللي بدكم اياه، بس كمان لك ما تلغوا كل شيء. لك يعني سؤال، هل يعقل ما في شيء ايجابي بالمره؟ لك ما كان عندك اصدقاء، ما كان عندك ناس طيبه اليوم هن موالين؟ ما كان في ناديك مثلا كان متنوع الاطياف والمشارب؟ يعني ما كان عنده شيء ايجابي بالمره؟ الانديه الاخرى، الاتحاد الرياضي العام بهذيك الفتره قبل 2011، اتحاد كره القدم. يعني ليش المسألة دائما الطائفية بدها تاخدك للأخير لتحكي على البلد للأخير؟ عيب والله العظيم. اللي عم بحكي عنه اليوم هو حارس مرمى مصطفى شاكوش، باعتراف مالك شكوحي اللي بوثق بكلامه ككلام الأنبياء بالرياضة. بصراحة كلامه بالرياضة ككلام الأنبياء. يقول مالك شكوحي على الدوام: مصطفى شاكوش كان مشروع أفضل حارس عربي وليس أفضل حارس لسوريا. حقيقة. ودائما بيذكره مالك شكوحي، وعلى فكرة هو ذكره لمالك شكوحي بس بالصدفة ذكره بالخير. يعني بمقابلة على منصة على الفيسبوك ذكروا للشكوحي بخير، واستغربت بصراحة. يعني انت ما تركت ولا ابقيت. شلون طلع الشكوحي هيك يعني؟ او عم تلفظه كابتن، الكابتن مالك، لانه استنكر كلمة كابتن على فراس الخطيب لانه رجع للدولة بعد ما كان منشق عنها. المهم يا مصطفى شاكوش، حقيقة حديثك مخجل إلى أبعد الحدود. والله العظيم حديثك بخجل أهلك باللاذقية، أبوك وأمك، يلي عم تقول بالمقابلة إنك مشتاق لهم ومشتاق لتراب اللاذقية ولأحجار اللاذقية. أنا حضرت المقابلة. ليش أنا حضرت المقابلة؟ حضرتها لأنه الشكوحي دائما بيقول مصطفى شاكوش كان مشروع أفضل حارس عربي. استبشرت خير قلت اتفرج على مصطفى شاكوش. سموم ما بعد سموم، زعاف، سم الزعاف بهذه المقابلة. لك ليش يا مصطفى شاكوش يوما ما رح ترجع لهون؟ كأنه راح النظام ولا بقي؟ يعني أبوك وأمك ما رح يتحملوا كتير، بكرة رح يروحوا يعملوا لك تسوية وضع ورح ترجع على البلد. يعني اترك شيء لقدام. خلينا إذا شفناك بملعب أو على مدرج أو بحصة تدريبية أو بأحد المنتخبات لك نحترمك. الشاكوش كان حارس مرمى تشرين، هو ابن حطين أو ابن حي حطيني مثل ما عم بيقولوا. هو حقيقة معروف الأحياء الحطينية والأحياء التشرينية، فكل الحي تبع حطيني راح لعب بتشرين. هاي تشرين ذو اللون الاخر حسب ما بده مقدم هذا البرنامج، هذا اللي بيقدمه المنصه، والله ما بعرف شو اسمه، كانه اسمه حسام. يا صديقي، طيب هاي اللون الاخر اعطاك فرصه تلعب بصفوفه ورقاك بظرف قياسي وبفتره زمنيه قصيره لتكون الحارس الاول بتشرين. والحقيقه قادرين نقزم فيك مثل ما عم تقزم بالعالم لاسباب سياسيه او وطنيه او اختلافات. لا، انا بعترف كنت تابع مصطفى شاكوش، كان حارس مرمى جدير وقدير بالمرمى. حكي على محمد فارس من فتره وقت اللي توفى، قلت هذا الرجل صاحب الأحقية بالذهاب إلى الفضاء. قلنا هذا الكلام. عصام العطار المنظر الأول للإخوان في العالم، قلت هذا الرجل لا يحب السلاح ولا يدعو إلى السلاح، وكان فكره مختلف عن زملائه في الإخوان. هيك بنشهد نحن على التاريخ وهيك بنشهد على الشخصيات. ليش عم تقزم كل شيء؟ ليش عم تقزم كل شيء يا مصطفى شاكوش؟ امبارح لسه قبل لحد 2011 كنت بالمنتخب الوطني انت، وانظلمت. انا بعرف انه انظلم بالمنتخب الوطني. انا صديقي مصعب بلحوس، ولكن شاكوش كان افضل من مصعب بلحوس حقيقه، وكان افضل من عدنان الحافظ يلي كانوا عم بيلعبوا اساسيين ويتبادلوا المرمى. حقيقه هو افضل، وافضل من حراس جبله بهذيك الفتره. بصراحه انا عم بحكي عن ناديه. وافضل يعني مصطفى شاكوش كان بالحقيقه مشروع افضل حارس سوري، وبشهاده الشكوحي مشروع افضل حارس عربي. هيك عم نشهد فيك، هيك شهد فيك الشكوحي، وهيك نحن عم نشهد فيك. لك ليش عم تقزم كل شيء؟ قابل السيد الرئيس بشار الاسد بعد انجاز المنتخب الوطني، وكان مصطفى شاكوش ضمن البعثه. شوف شلون بيحكي، قال قابلنا المجرم الطاغيه. لك يوم اللي قابله كان رئيس جمهوريه، وهو ما زال رئيس جمهوريه، ولكن بنظرك باثناء كان رئيس جمهوريه. ليش التقزيم؟ ليش هالاساءه؟ ليش؟ عيب والله عيب. قال والله قابلنا المجرم الطاغيه. اثنين بينقل كذبه صارت بالجلسه، نحن بنعرفها، هي نكته طلعت عن زكريا قدور لاعب نادي الاتحاد بهذيك الفتره. وقف قال له الرئيس تفضل احكي شو بدك. معروفه القصه، طلعت نكته عليه انه قال له سياده الرئيس فيشنا من العسكريه كلياتنا، هيك النكته.
لا هو شو قال له؟ قال له سياده الرئيس يا ريت تريحونا بموضوع العسكريه، نحن عندنا عسكريه، انه تفرجونا على انديتنا. فوقت السيد الرئيس قال لهم تخدموا 45 يوم دوره بتروحوا على انديتكم مفرغين. هذا اللي صار. شو بيقول مصطفى شاكوش؟ قال والله وقف وقال له للطاغيه هيك حرفيا، قال له يا ريت تفيشنا من العسكريه. لك هي نكته طلعت هذيك الايام، بس نحن سالنا كل الحضور كيف قال زكريا قدور من هذيك الايام، قال له يا ريت تريحونا بالعسكريه، والرئيس استجاب. عيب عليك انت اليوم رئيس جمهوريه خيو يوم اللي استقبلك كان رئيس جمهوريه بنظرك وبنظر اهلك وبنظر كل المعارضه اليوم اللي برا، لك عيب والله العظيم عيب. خلينا نحترمك. انا بحب مصطفى شاكوش حارس المرمى، كنت بحبه لهذا الحارس، كنت اتمنى له نادي جبلي بصراحه. مو كل شيء كان اسود. خلص انت ب 2011 انقلبت، بعدين اثنين عم بيكذب، عم بيقول انه هو غادر المنتخب ب 2011 وراح اللاذقيه، وبعدين مروان منى تبع حطين امن له سفر على مرسين. كذاب يا مصطفى شاكوش، اسمح لي لك انك كذاب. ليش؟ لانك انت التحقت بالجماعات المسلحه اول لفتره، وبعدين تيسر لك الدرب للهرب الى مرسين بتركيا. انت هون قاتلت وحملت السلاح ضد اولاد بلدك وضد رفقاتك الجنود اللي كانوا هدول بيوم من الايام كنت انت وياهم بالعسكريه سوا. انت قاتلت وانت كنت من المشقين اللي حملوا سلاح. ثالث كذبه. عيب عليك تقول انه كل لعيبه المنتخب فرغوا كلهم دون استثناء، تفرغوا الا مصطفى شاكوش الخدم بالحرس الجمهوري سنه وشهر دوره. لك في دوره بالعالم سنه وشهر لمجند؟ ليش عم تكذب؟ انا بعرف عسكريتك كيف تمت. انت بالضبط بعد ال 45 يوم خدمت 20 يوم زياده، 20 يوم زياده بسبب العقوبات. كان عليك عقوبات، انا بعرف عقوباتك. طبعا عقوبات يعني مسلكيه، مو والله نقعد هلا نعمل مثلهم ونالف عليهم قصص، لا عقوبات يعني العسكري يرتكب اخطاء. انا بعسكريتي ما شفت شعري حلاقه على الصفر بشكل يومي ولو مجازا، وانحبست 20 مره. هو بيقول 20 مره كمان مجازا، هو بيقول انه انحبس شي 35 مره. لك منين عم تخترع شو 35 مره؟ اذا على 3 ايام عسكريتك كلها قضيتها بالسجن، ليش الكذب؟ لك ليش الكذب؟ نحن بنعرف كيف تمت عسكريتك، انت خدمت 20 يوم زياده. وشو بيكذب؟ قال وزير الدفاع حسن تركماني بوقتها الله يرحمه، قال وقع على تفريغه لمده سنه لصالح المنتخب الوطني. قال ضلوا نايمينها بالدروج الاتحاد الرياضي لقبل يوم من انتهاء المهمه، لقبل يوم واحد فقط من انتهاء المهمه. لك هالتجربه منظمه الاتحاد الرياضي العام، وكان رئيسها باثناء فيصل البصري وبعده اللواء موفق جمعه، يخبوا كتاب جاي من القياده العامه او من وزاره الدفاع. هذا التوقيع اللي موقعه حسن تركماني بوقتها يا كذاب بمنتهى البساطه، هذا بموجب شبه مرسوم صادر عن الرئيس الجمهوريه، ما حدا بيسترجي يلعب بالقصه. خلاص كذب على قدك، كذب على قد المضيف اللي استضافك وعلى قد الجمهور اللي بيستوعبك. لا تشطح كثير بالخيال، عيب هذا الكلام. فراس الخطيب قال كان كابتن، ما عاد كابتن، لا يستحق يكون كابتن. ليش؟ لما كنت انت جايب منتخب سوريا الحر، الجيش الحر اللي شكل المنتخب بتركيا، وعلى اساس يعترف فيكم من الفيفا وتصيروا انتم منتخب سوريا والعلم تبعكم هو الممثل لسوريا، كان فراس الخطيب اسطوره. لما فراس الخطيب راجع نفسه ورجع على البلد، هون ما عاد بقى كابتن بالمره. عيب عليك والله العظيم. انا تضايقت كثير من مقابله مصطفى شاكوش. انا مو كل معارض بكرهه ومو كل منشق بكرهه، بعترف بالاشياء الايجابيه للمعارض والاشياء السلبيه بحكي فيها حتى للموالي، حتى للموجود بقلب البلد. لكن التحقير بهالطريقه هي عيب مردود عليك. بعدين موضوع الجنسيه الاماراتيه لمالك شكوحي لمصطفى شاكوش، مضبوطه معروفه القصه. الاماراتيين اجوا بدهم يجنسوا مالك شكوحي كمدرب ومصطفى شاكوش كحارس مرمى، معروفه القصه. واجا مالك شكوحي كان نادي الوحده الاماراتي مستضيف بطوله ومشارك فيها، تشرين باثناء او المنتخب والله ما اتذكر مين مشارك. اجتمعت الاماراتيين، الاتحاد الاماراتي بالشكوحي، وقالوا له بدنا اياك تجنس اماراتي ولو كمدرب لحراس كرة القدم بالامارات، ومصطفى شاكوش حارسك بدنا اياه اثنين سوا. والشكوحي يجي عرضه على مصطفى شاكوش. ولما اجوا على البلد هون من الطبيعي جدا انه البلد هون يرفض، من الطبيعي يرفض للشكوحي والك، انتم كوادر وطنيه، شكوحي كادر وانت لاعب، من الطبيعي جدا. ما كان في احداث وقتها، وكان الاحتراف عنا ماشي، وكانت الامور ماشيه للاحسن لقبل 2011. بالطبيعي تقول هلا والله حرموني. شو حرموك؟ انحرم قبلك الكردغلي وجورج خوري ووليد ابو السل والشكوحي كحارس قبل ما يكون مدرب، انحرم احمد عيد وحسين ديب، كل نجوم سوريا بهذيك الفتره، ومناف رمضان وعبد اللطيف الحلو وعمار عبد، كلهم انحرموا. الاحتراف مو الجنسيات. ضيعت كثير من حديثه
بيوصل لك فواز الاسد نحن بجبله ما بنحبه بصراحه، هو تشريني ما بنحبه، كان داعم تشرين والرئيس الفخري لتشرين. اذا اعطيك 1000 ليره 1000 ليره فقط بالعمر لك احترمه، عم تقزمه وتحكي عليه بهالطريقه. وكان فواز الاسد مفضوح بتشرين، تشرين مفضوح بفواز الاسد، مفضوح يعني بالمعنى الايجابي انه مع بعض، مثل نحن العميد محسن والعميد محسن جبله هيك. تجي اليوم بتقزم فيه والزلمه توفى، والزلمه كان تشريني حتى الموت، كان يدفع واحيانا يقصر، معروفه هي القصص هي. تجي اليوم بتقزمه بقصص مخجله، عم بتقول حكى 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 وبعدين قال يلا ما بدي احكي ونزل لك من مستوى قناتك. عيب عليك يا رجل، انت بيوم من الايام كان عندك حلم انت وابوك تتصوروا مع فواز الاسد. نحن ما بنحبه لفواز الاسد اطلاق، الله يرحمه، عم نحكي رياضيا، هو خصمنا كان تشريني ونحن جبله، بس مو بهالطريقه بيتم التعامل مع رئيس فخري لنادي تشرين 25 سنه. يا معارضين يا منشقين، لما بتطلعوا بدكم تحكوا لك احكوا احكوا احكوا، لا ترحموا، بس لا تألفوا لا تفبركوا، عيب. مو كل شيء كان اسود بسوريا. المقابله تبعه حضرتها واندمت بصراحه، طلع لي ضغطي، حبيت احطكم بالصوره وهي دعايه للمقابله تبعه، روحوا شوفوها وروحوا شوفوا السموم اللي عم بيطالع من تمه. قطرميز السم فتحه وبلش يرشه على ماضي ببلد ابوه وامه لساته الموجودين فيه، واخوه اخواته اخوه هون، وفي اخين لإله عم بيقولوا عنهم ماتوا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي نحن مستمرين بكل شيء مع هالرياضه، بايجابياتها بسلبياتها بماضيها وبحاضرها، بس الفرق بيننا وبين غيرنا نحن بنعطي لكل ذي حق حقه، ولو زعل الموالين. وين في معارض له حق رح نعطيه اياه. والسلام عليكم.